الله الرحمن الرحيم. اولا طبعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا النهارده يا جماعه جايين بطريقه بسيطه جدا، وليمه رز بلبن. هنعمله بطريقه سهله جدا وبسيطه بصراحه، وطعمه يعني طبعا عايزه اقول لكم بقى زي بتاع المحلات بقى واحسن والكلام ده. انتوا جربوا وانتوا ان شاء الله تحكموا وهتدوقوا. هو كان بالنسبه لي طعمه حلو جدا لدرجه ان انا ما كنتش عارفه هو اللي معمول في الفخار هو اللي طعمه احلى، ولا اللي هو انتوا شايفينه قدامكم ده طعمه احلى. اكل ده اقول ده جامد بصراحه يعني، واكل ده لوحده اقول ايه ده جامد. فبصراحه الاتنين كان طعمهم حلو جدا، وكانت التكاليف اقتصاديه جدا. وانا هقول لكم طبعا الاسعار، وهنمشي مع بعض خطوه خطوه. طبعا احنا معانا كوبايه رز حسب ما انتوا عايزين، هتغسلوها كويس جدا وتحطوها زي ما انا حطاها في بوله. ومعانا رتل لبن، برضو كتروا قللوا في اللبن زي ما تحبوا. انا معايا رتل لبن، كيلو لبن اهو. طبعا انا بحليه بالسكر، ماشي. حطيت السكر طبعا في اللبن، برضو سكر اختياري زي ما انت عايزه. ومعايا معلقتين نشا، واللهم صل على النبي معايا كيس كريم شانتيه، ومعايا علبه عبوه قشطه. طبعا انا كنت حاطه ميه على النار، وابتديت ان انا احط فيها بولة الرز. وهزود دلوقتي ميه من الكتل، انا مسخنه الكتل. طبعا زي ما انتم شايفين كده. طبعا عارفين اسعار اللبن واسعار الرز والكلام ده كله. هي علبة القشطة مش غالية خالص، يعني ممكن تعملها مثلا 6 جنيه او 7 جنيه او حاجة كده حسب نوع القشطة اللي انت عايزاها. انا كنت بجيبها ب4 جنيه، بس خلاص بقى انا يعني بقول تقريبا زادت شوية، انا مش عارفة سعرها بالظبط. بس انا كنت بجيبها ب4 جنيه يعني من فترة قريبة جدا يعني. فممكن تكون في حدود 7 جنيه دلوقتي. وطبعا الكريم الشانتيه زي ما انت عايزه تجيبي سايب، بس هاتيه غير محلى، يعني هاتيه كريم شانتيه ساده ما فيهوش نسبه سكر يعني. عادي بقى، ممكن تجيبي سايب، تجيبي ب5 ب10 ب15. برضو انا بعرفك الاسعار، ممكن تجيبها من عند اللي هو الراجل مستلزمات الحلواني، اللي هي برضو اللي بيبيع الرز والمكرونه والحاجات دي. مش هتبقى مكلفه جدا. انا طبعا ما قلتلكوش ان انا معايا 3 معالق لبن بودره. احنا دلوقتي حطينا الكريم الشانتيه وحطينا لبن البودره وحطينا اللبن اللي هو العادي. طبعا بندوبه كده في بعضه عشان خاطر ايه، ما يكلكعش مننا. طبعا هنحط عبوه القشطه. انت بقى عايزه تكتري بقى قشطه تقللي، انا الكميه اللي انت عايزاها اعمليها، او كميه الرز بلبن اعمليها. انا بعمل مثلا كام طبق في كام طبق كده، كل مثلا اسبوع كده مره او مرتين حسب ما بكون عايزه. طبعا ما تنسوش بقى يا جماعه اللايك والشير وسبسكرايب، عشان ان شاء الله باذن الله ينزل لكم كل جديد باذن الله. والتعليقات والاشتراك في القناه. فزي ما كنتم شايفين كده احنا بنقلبه كده مع بعض. ومعانا رشه الفانيليا. انتوا بقى عايزين بقى تجيبوا فانيليا سايبه او فانيليا اكياس، برضو اللي انتوا تحبوه. هي مش غاليه خالص، تقريبا كيس ب2 جنيه او ب3 جنيه، مش حاجه جامده يعني. واللي هي السايبه برضو ممكن تجيبوا مثلا يعني ب5 ب10، يقعد معاكم فتره يعني. هي بتحطيها في التلاجة، كل ما تعوزي منها بتجيبيها. برضو كل ده من عند الراجل. طبعا احنا ابتدينا نحط الخليط بتاعنا كده ان شاء الله كده على الرز بلبن زي ما انتم شايفين اهو. كان في شويه اللي هم الفاضلين في البوله، حطينا بقى الخليط بقى. بصوا الرز بلبن فعلا حرفيا كان تحفه بصراحه يعني، كان طعمه حلو جدا يعني. جربوه مش هتندموا خالص. انا كنت عاملاه مره قبل كده، كنت حاطه بصراحه بودره الايس كريم. اوكي، عايزه تحطي ما فيش مشكله يعني، زي ما انت تحبي حطي. بس انا يعني ايه، حبيت ان انا اعملها بطريقه مبسطه شويه. فانا بصراحه صورت الرز بلبن ده، انا عايزه اقول لكم ان انا ما اكلتش منه اصلا يعني. انا جاني خبر بعدها بساعتين 3 طبعا ان بابايا دخل العنايه. فبصراحه انا بابايا في بلد تانية يعني، فانا جريت جري يعني. ادعوا له ان هو يطلع بالسلامه، لان هو لسه لما انا بصور لكم الفيديو ده دلوقتي بسجله لكم، هو لسه ما طلعش. فادعوا له ان هو يطلع بالسلامه. النشا انتوا زي ما انتوا حابين يعني. انتوا عايزين تحطوا نشا اوكي، ما تحبوش تحطوا ما فيش مشكله. في ناس ما بتحبش تحط نشا خالص، بتحبها ايه. انا بحب الرز بلبن مش مكلكع كده، مش رز كتير. انا بحب الرز يكون مظبوط يعني، يكون فيه وش مهلبيه اكتر يعني. فانا حطيت هي معلقه نشا واحده. مش عايزه اوكي، ما فيش اي مشكله، زي ما انت تحبي يعني. فانا حطيته في الاخر اللي هو ما يتقلش مني. طبعا انا فاض معايا شويه كريم شانتيه. ضربتهم في الكبه بس ضربه خفيفه كده، مش ضربه جامده يعني. وهوريكم انا هعمل بها ايه. شويه كنت عايزه تطلع معايا وش، تعمل بقى وش اللي انتوا هتشوفوه في الطاجن دوت. ضربتها بمعلقتين 3 لبن، يعني ربع كوبايه لبن صغيره، ومعلقتين سكر.
ضربتها في الكبة زي ما انتم شايفين اهو. وهنبتدي ان احنا نحط في القعر من تحت. انا عشان كنت جربتها قبل كده فعارفه هي هتعمل ايه، يعني انا ما حبيتش احط في الوش علشان ما تسقطش مني تحت، فانا حطيت تحت كده هتطلع لوحدها كده لوحدها اوتوماتيك يعني اللي فوق. كنت جايبه كده شوكولاته اللي هي الصغننه دي، فحبيت ازوق بيها. انت حابه تزوقي اوكي، مش حابه برضو براحتك اللي انت شايفاها، بس هي كانت طعمها ما كانتش وحشه خالص، كان طعمها حلو. فبصوا زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا حطيت الكريم الشانتيه تحت كده، ضربته ضربه خفيفه ما خليتوش يبقى تقيل يعني. بصوا هو اوكي، هو اوريدي لوحده بيطلع، يعني هو لوحده بيطلع فوق. مش عارفه انتوا هتاخدوا بالكم هيبان ولا لا، بس هو هيبان بقى عامل بقى طبقه قشطه فوق. بصوا يعني فعلا فعلا طعمها حلو جدا، يا ريت تجربوها. وطريقه سهله جدا. احنا عشان على طول المعتاد بتاعنا بنعمل رز بلبن، رز وسكر ولبن وخلاص على كده ورشه الفانيليا. اوكي هو ده اللي هو ده الرز بلبن احنا بنعمله جميل برضو مفيش اي مشكله. بس طبعا الايس كريم الكريم شانتيه بيعمل طعم اضافي طبعا تحفه. واللبن البودره فعلا بيعمل في سر كده فيه، بيدي طعم للحاجه بصراحه تحفه، يعني طعمها يبقى حلو جدا. احنا خلصنا كده الاربع بولات بتوعنا اللي هم الفخار، وهنبتدي ان احنا نحطهم في الفرن زي ما انتم شايفين كده. وبصوا اهو اهي طبق، بصوا الطبقه يا جماعه طلعت على الوش ازاي، طبقه فعلا ممتازه يعني. بصوا طلعت على الوش، ادت وش كده يعني. هي دي بقى الطبقه اللي هي هتاخد وش في الفرن، تدي بقى تاخد وتدي كده زي ام علي بقى كده لما نحط لها الكريم الشانتيه كده. والموضوع بقى مش عايزه اقول لكم، جربوها مش هتندموا. انا طبعا حبيت ازوق طبق واحد مش اكتر من كده، ما حبيتش ازوق اكتر من كده يعني. هو اصلا انت طبعا لو هتزوقي حاجه مستحب ان الحاجه تبرد شويه عشان التزويق بتاعك ما يسقطش. متنسوش بقى وانتوا بتتفرجوا بقى على الفيديوهات تدوسوا لايك كده وتكتبوا كلمه حلوه كومنت. يا رب يكون الرز بلبن طبعا طريقته عجبتكم. انا كنت طبعا معاكم سهى من مطبخ كوكي ودوما. بصوا اي حاجه انت حباها زوايا، هي طبعا كانت سخنه شويه فبتسخن. طبعا حطيتها بقى، شفتوا طلعتها في الفخار وطلعت بصوا ما شاء الله طعمها جميل جدا جدا جدا. فكرني بقى بالرز بلبن المعمر. انا لما روحت لقيت مامتي عامله بقى رز بلبن مع رز معمر وكده في الفرن. هم طبعا عندهم في المحله بيعملوا الرز المعمر دوت. فطبعا ما شاء الله طعمه حلو جدا جدا، وبيخدموه بطريقه كويسه جدا، مش قصه لبن ورز على بعض وكلام زي كده. لا لا لا، بيعملوا بطريقه حلوه جدا. نبقى نعمله مع بعض مره ان شاء الله ابقى اعمله هناك واصوره لما نروح، بس نطمن عليه بالسلامه، يطلع بالسلامه باذن الله. ادعوا له كده يا رب بالشفاء ان هو يطلع بالسلامه. فنعمله بقى مره كده مع بعض كده ونصور هناك كده هناك في الارض والكلام ده كله، فعلا متعه ووقتها يبقى ممتع جدا. طبعا احنا حطينا في الاطباق العاديه دي، في البولات العاديه شويه كريم شانتيه كده. انت برضه حابه تحطي مش حابه اوكي براحتك حسب ما انت هتدوقي وتشوفي. بس انا بوريكم ان الكريمه عامله ازاي. بصوا يعني تحسي ان هي قشطه يعني مش كريمه فعلا يعني. بصوا مرمله يعني، هي الطبق بيتكلم بصراحه عن نفسه. يا رب كده تعملوها وتعجبكم. وهي زي ما انا قلت لكم، انا بحب اقول لكم حاجات كده في الاسعار عشان تعرفوا ان انتوا مثلا لو هتعملوا الحاجه تبقوا عارفين سعرها وتظبطوا كده السعر. وانا بكلمكم وانا بقول لكم الفيديو تعرفوا ان هي مش مكلفه خالص، وممكن ان شاء الله تعملوها. وحاجه اقتصاديه وجميله كل يوم الصبح كده والعيال رايحه المدرسه مثلا تاكل اي حاجه. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، فيديو خفيف، وانتظار الفيديو قوم. وتصبحوا على الف خير ومع السلامه، وربنا يسترها علينا جميعا يا رب. مع الف سلامه.